غاب عن الناس العلم جاء الجهل، وإذا قصرنا في بيان التوحيد سوف يحضر الشرك، وإذا أحجمنا عن نشر السنة سوف تنتشر البدعة، وإذا قصرنا في نشر الطاعات أتت المعاصي والسيئات. فهو صراع بين الحق والباطل، وصراع بين العلم والجهل. فأغرقوا الميدان، أغرقوا تويتر، أغرقوا السناب شات، أغرقوا الواتساب، أغرقوه بالحق، لأن الحق والباطل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن لم تحشى وتملى هذه البرامج والساحات والمجالس والمساجد والكتب والمطبوعات وما ينشر، إن لم تملى بالسنة سوف يأتي البدعة، وإن لم ينشر فيها التوحيد سوف يأتي الشرك والإلحاد، وإن لم ننشر القرب والطاعات والهدى سوف يأتي الضلال والعياذ بالله. فهو صراع بين الحق والباطل، متى ذهب هذا أتى نقيضه. نعم.